انت راضي لحد ما تبدأ تقارن، راضي بمرتبك لحد ما بتشوف مرتب زميلك، راضي بمعدل التطور اللي انت عملته لحد ما بتبدأ تشوف معدل تطور شخص بيتبعه وبيبهرك، راضي بحياتك لحد ما بتشوف حياة ناس تانية أحسن منك. انت حياتك كلها ممكن تكون راضي عنها بنسبة 100%، لكن مجرد ما بتشوف مقابلها عند حد تاني شكلها أحسن بتبدأ تنقم على النعم اللي عندك اللي كانت عاجباك عادي جدا، وتبدأ تدخل في أمراض القلوب اللي ربنا يعافينا منها. مع إن ممكن نفس الحاجة اللي أنت قارنتها بحد تاني تكون هي النعمة الوحيدة اللي هونت عليه حياتك، وأنت في نفس الوقت عندك نعم كتير قوي بس بطلت تشوفها، وده بسبب حجم المقارنات اللي أنت عمال تقارنها بين حياتك وحياة ناس تانية. ارضى بحياتك، نصيبك، مستقبلك، مجهودك، وحتى ابتلاءك. وتأكد إن حياتك العادية دي حلم لأشخاص كتير قوي. خلي قدامك الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به غيرك.